جا الوقت باش نخرجوا من هذا البلد الصحراوي موريتانيا ونزيدوا نغوصوا في اعماق افريقيا. فين غادي؟ نقول لهم فين غادي؟ غادي السنغال ان شاء الله. ثانيه تعال واش طاري شو ماسين احنا بعد احنا راينا نبيعوا سكاريت ونبيعوا اعوذ بالله. باش نوصلوا للسنغال كان لابد ما نشدوا الطريق في الصباح الباكر، خاصة وأن المسافة ما بين نواكشوط وأول مدينة سنغالية غادي نزوروها أكثر من 260 كيلومتر. أما مفاجأة الفيديو فكانت هي هذا السائق اللي صدمنا ملي قال لنا أنه شرطي وفي نفس الوقت سائق طاكسي. هذا الشيء اللي كيبين أنه فئة كبيرة من الموريتانيين كيعيشوا ظروف مزرية وكيعانيوا من الفقر رغم ثروات البلاد. اخوان الله وصلنا دابا للسنغال والحمد لله ما خلصنا حتى شي وزه لا في الحدود الموريتانيه ولا في الحدود السنغاليه، واخا طلبوا منا فيهم بجوج فلوس والعاقه، واخا ما خلصنا. دخلنا من تما على الحدود ديال الروسو. الحدود ديال الروسو عندي فيها فيديو خاص ان شاء الله في الروتو هي اللي كتفصل موريتانيا على السنغال وبيناتهم هذا الواد هذا. نهر السنغال ما كيتعتبرش مجرد حدود طبيعيه بين موريتانيا والسنغال، ولكن كيتعتبر شريان الحياه ديال ساكنه غرب افريقيا، وهو السبب اللي خلى يوقع خلاف بين رعاة موريتانيين ومزارعين سنغاليين ولات تحولات الحرب حقيقيه بين الدولتين سنه 1989. واحد اللعيبه وقعت لينا في الحدود. ايوب بغى يجبد يصور، بدا كيصور يقول لي واحد السيد حرام، فهمت واش عندهم التصوير ممنوع. المهم راكم عارفين الحدود كيفاش كيكونوا مرونين، خصك ترد البال على السكان ديالك كيلصق فيك بنادم كيبغيك زعما هادشي احسن خليه حتى الفيديو بوحدو ان شاء الله. انا صاحبي بخير مزيان الله يسلمك الله يسلمك. شنو ردينا انا؟ السلام عليكم بخير هاني واسيه جنوب افريقيا شكون باقي مسلم تلاقينا مع مغاربه هنا احسن حاجه ملي كيتجمعوا المغاربه. اللي قلتي معك من كازا شرف فينا قال لي معايا واحد الصديق هكذا بلاتي اجي دابا حنا 6 ديال الناس وقال لك باش يمشي الطاكسي عامر خصو 7 ديال الناس. تنكي ديك لو باكاج دو ميساج Marocain, Tunisien, Anglais, Italien. كيبغاو يقربونا هنا في المحطه ديال الطاكسيات، ولكن والله تطلع لنا المغاربه وحق الله صح. حيت حنا ديجا جايين كنسولوا في الناس، يعني ما خصناش نفوتوا لهم دوك 2500 بالباكاج. ملي زيرنا معاهم ما بغاوش ديك البلان ديالنا غادي يمشي صافي يلا الدراري يلا صافي مشينا. هما عيطوا علينا قالوا لنا 2500 مزيانه، ولكن تفارضوا في ديك البلاصه الاخرى حيت الطاكسي هنايا كيدي 7. ما بغيناش نخلصوا الفلوس ديال الباكاج الزايدين، لا جيت تفارضوا في بلاصه. قلنا لهم لا حنا غنستناو بلاصه تجي. وصلنا دابا لسان لوي، واحد المدينه عندهم معروفه بزاف هنا في السنغال، وهاد البلاصه اللي فيها حنا شعبيه بزاف، شعبيه لواحد الدرجه خصنا نردوا البال. وهنايا الدراري بانت لهم واحد الماكله الله وخصنا نجربوها. 50 كيمزياش انت بالك من الدراري انا ندوقها بسم الله. دلع السكر دلع السكر دلع السكر عندك الضربات شويه صح. نبارطاج معكم الدراري اللي تلاقينا معاهم مغاربه فؤاد وحمد. حاليا الدراري غنتفرقوا على 2 طاكسيات، حنا 6 ديال الناس نمشيو ان شاء الله لواحد البلاصه معروفه هنايا في سان-لوي. ها هو الطاكسي الاول غنمشيو فيه انا والدراري، وبقيه غيمشيو في الطاكسي الاخر. Vous me prenez là. Vous êtes des Algériens ou bien? Marocains. Marocains. Ouais, c'est كيعرف l'ancien. عبد العزيز بودابالا. Oui. La situation politique dans le Sénégal est calme. Ouais, maintenant c'est calmé là, oui. على السنغال هاد الايامات كانوا شي مظاهرات شي تمردات، وسولتوا دابا على الحاله السياسيه هنايا في موريتانيا في السنغال سولتوا على الحاله السياسيه هنا في السنغال قال لي لا بخير، واخا داك الصداع اخذ غير مده قصيره صافي وسالا. شوفوا التيرانات عرفتي باش كيعجبوني هنا عايشين الحياه ديالهم اصاحبي وحق الله، نشاط الحركه.
tu vois le commerce. الدراري السنغال الطاكسيات ديالهم في اللور كيديروا هاد الشعره هذه. شوفوا الاغلبيه ديال الطاكسيات في السنغال كيديروا بحال هذه في اللور. ها هو اللور ديال الطاكسي. هذا واحد لوطيل غادي ندخلوا غنشوفوا حيت بصح خصنا وطيل ندوشوا ونرتاحوا، حنا عيانين ديال بصح. هذه الشومبر واعره صراحه، عجبتني هاد الشومبر الدراري واعره، واخا سامبل ولكن واعره. فيها جوج سداريات هنايا، ضربه واحده اخرى هنايا. فهاد اللعيبه هذه على قبل الناموس، حيت الناموس هنايا في موريتانيا ولا حتى في السنغال راه ما يمكنش. لا ديك الناموس الخوتي اللي عجبني الهيت هنايا، ما عرفتش علاش عجبني الديكور عندهم هنايا، الحياه عندهم هنايا عجباتني ما عرفتش علاش. خصكم تعرفوا بلي دابا حنا كاينين في واحد الجزيره نقدروا نسميوها جزيره، كاينه في الجهه الاخرى من مدينه سان لوي. وهاد الجزيره هذه كيبان فيها بشكل كبير اللي يخليهم الدراري مشاو كيبان فيها بشكل كبير المعالم ديال الاستعمار الفرنسي.